عندنا مشاكل كتير، من ضمنها طبعا التواليتات مش نظيفه، الولاد بيدخلوا بيشتكوا من روائح الفول، وطلبات حضرتك ديتول وصابون ديتول وحاجات كتير بنجيبها، فطبعا احنا منتظرين ان نلاقي الحاجات دي جوه التواليتات ما بنلاقيهاش، ولادنا بيشتكوا طبعا هم ما بيلاقوهاش، بنضطر نديهم حاجات تاني اضافيه في الشنطه. حتى حضرتك الوسائل التعليميه اللي المفروض ان احنا المدرسه اللي ملزومه بيها احنا اللي ملزومين بيها، قلم البورده ده طبعا يوميا بيطلب من ولادنا وبنضطر نجيبه برده مجبرين. غير مشاكل الباصات، حضرتك ولادنا كنا بندفع 630 السنه دي 1150 الضعف، وحضرتك طبعا ما بنلاقيش مكان ولادنا بيروحوا وبيرجعوا وهم واقفين. احنا عندنا في المدرسه فرنساوي من اولى ابتدائي ومدرس الحصص كلها مالي الجدول كله حصتين عربي ورا بعض، حصتين انجليش ورا بعض، ما حدش بيعمل كده، موزع حصص يوم السبت على الاسبوع كله، ومع ذلك السبت برضه مش اجازه. انا ابني بيجي من المدرسه ما بيلحقش ياكل، عنده عايز يذاكر، عايز يعمل واجب، ما بيلحقش ينام، تاني يوم المدارس كلها يوم السبت اجازه. احنا المدرسه الوحيده في السويس اللي يوم السبت عندنا دراسه. احنا عايزين نلغي يوم السبت ليه؟ علشان خاطر نقدر نلم المنهج اللي خدوه طول الاسبوع نذاكره في يوم السبت، يعني بيبقى فيه بديل، يعني زي الفرنسيسكان بياخدوا لحد مكان السبت، احنا بقى طول الاسبوع ده، غير ان الميعاد بيطلعوا دلوقتي الساعه 2:30. الطفل على بال ما بيروح ياكل امتى؟ ينام امتى؟ يذاكر امتى؟ يخلص واجباته امتى؟ دي كلها ضغوط نفسيه على الطفل لدرجه ان هو كره الموسم الدراسي. نقطة يوم السبت دي نقطة، النقطة الثانية الجدول اللي كل أسبوع بيتغير. الشنطة بتاعت الولد بتبقى عاملة زي القنبلة، حاططها على ظهره وطالع بيها السلالم للدور الثالث للدور الرابع، نفس النظام كده. لو حضرتك لاحظت حصص الألعاب أول الحصص والفرنساوي والعربي اخر احنا اليوم، كل اولياء يعني بعد ما الطفل يكون الغاء يوم السبت. احنا كلنا متجمعين لان احنا فعلا خلاص بقى يوم السبت بالنسبه لنا يعني محتاجينه فعلا، او سواء اولياء امور او سواء طلبه. كل مره يطلع بحجه ويمضي الناس. المجلس الابائي السنه اللي فاتت خوف الناس، قال لهم لو عايزين يوم السبت بعت لهم ورقه في كراسات الاولاد كلها ان احنا هنطلع الولاد الساعه 5. الوزاره اصلا اخرها الساعه 2:30. والمشكله حضرتك تتلخص كلها بعد كل الكلام ده كله ان هو اصلا الموضوع موضوع كانتين، الكانتين بيحقق له 5000 جنيه في اليوم، فهو مش هيقدر يلغي السبت.